السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله وسلم على خاتم النبيين والمرسلين، شفيع الأمة الإسلامية يوم الدين، الرحمة المهداة للعالمين، الصادق الأمين محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. صلوا وسلموا على الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. دعوة لطاعة الوالدين، دعوة للبر بالوالدين. الله يمتعنا ويمتعكم بالرضا ديالهم بإذن الله. قبل ما نبدا فكنشكر الاخت العصير على الدعم والمسانده لخطيك اختي العزيزه. تنشكر جميع الملتحقين بركب زيد تي في، باذن الله نكونوا عند حسن الظن ديالكم ان شاء الله. فيديو اكيد اليوم غادي يكون رد على الفلسطيني اللي مازال خارج كيدير واحد الهرطقات للأسف على مواقع التواصل المغربية إلكترونية. خرج مع القناة الحدث 24 قال أن الناس اللي هاجموه، وأولا بعد قبل ما نكمل أنا لا أعمم، لأن التعميم لغة الجهلاء. في أي مجتمع فيه الصالح والطالح، وللأسف احنا تلقينا الله سبحانه وتعالى مع طالحين في مجتمعات عدة. ما تنهضروش غير على المجتمع الفلسطيني أو ما تنهضروش غير على الشعب الفلسطيني. هذا الفلسطيني قال ما قال أن الناس اللي هاجموه ناس المحتوى ديالهم ناقص، ناس جاهلة. مهم عطى واحد النظرة دونية وواحد النظرة احتقار لهاد الناس اللي خرجوا تدافعوا على الوطن ديالهم. فالناس عندك انت ربما المعيار ديالك والمقياس ديالك باش كتصنف مقياس خاص بك وبأمثالك. من جانبي أنا أشيد بأي شخص كيفما كان ذكر أو أنثى له غيرة على وطنه وكيفما كانت جنسيته، لأن اللي ما عندوش غيرة على الأهل والوطن والدين ديالو فلا حياة له. هذا السيد قال كذلك أن الفتنة أشد من القتل. أنا غادي نجاوبه وغادي نقول له الفلسطيني أناكر المعروف أناكر الخير؟ لا، هناك فئة مثقفة على درجة مهمة من الوعي ومن الثقافة ومن التحصيل الدراسي تدخلات وألزمتك مكانك وأقبرت العجرفة ديالك اللي مازال تطل منها واحد القليل. والدليل أنه لو ما كنتيش مبالي وغير مهتم بالقناة ديالك، لأن هي اللي كانت المورد الأساسي الاقتصادي ديالك في الأول، ما كنتيش غادي تخرج على مواقع إلكترونية مغربية تبرر، وانت تتبرر تزيد تغرق راسك. هذا أولا. ثانيا، الفتنة أشد من القتل صحيح، ولكن من أيقظ هذه الفتنة؟ موقظ هذه الفتنة هو أنت، لأنه ببساطة كان بإمكانك تقول واحد الكلمة طيبة تطيب بها خاطر الناس اللي غضبات وانتهى الأمر وانتهى الكلام صافي، ومريضنا ما عنده بس كيف تنقولوا بالدارجة المغربية. ولكن أنت أججت النار مني سكيتي الكلام ديال بنتك وقلتي أن عندها الحق وكان اللي خاصها تقول هكا، ما غلطت في شي حاجة، وأكثر من ذلك زدتي خرجتي تتهاجم في المغاربة. شكون أنت؟ ما درجة تحصيلك العلمي والدراسي؟ ما موقعك بين المثقفين، بين مثقفي الأمة؟ ولو أني لا أتبجح بهذه القومية العربية اللي هلكتنا احنا كمغاربة، باش أنك تحكم على واحد الفئة أنها جاهلة. الجاهل جاهل معروف، الجاهل جاهل رد الخير ولو بكلمة طيبة. أما من يدافع عن وطنه
فذاك أشرف وأطهر وأنقى من أمثالك. ما تجيش تقارنا، احنا امبراطورية. شكون احنا امبراطورية مغربية ضاربة في التاريخ عمرها يزيد عن 12 قرن، ونحن أسيادك ولسنا عبيد الأسياد ديالك. تجي تقول لنا أننا نحن عبيد الصهاينة. نحن شعب كما قال عنا الحجاج: لا يغرنك صبرهم ولا تستضعف قوتهم، فهم إن قاموا لنصرة رجل ما تركوه إلا والتاج على رأسه. وكمل من عندك. نعم، نحن المغاربة. هي المغاربة أشداء والله، أقوياء، مغربية وأفتخر. دمي مغربي، قلبي ينبض بعشق أبدي لوطن ليس ككل الأوطان. تنموت على شي حاجة سميتها المغرب. أنت الفلسطيني خرجتي كتبرر، درتي زلات أكبر من اللي دارت بنتك. تقول أنها مراهقة 22 عام، احنا خدامين وعندنا ديور ديالنا الحمد لله. المفروض انت كراشد، ربما راك في الخمسينات من العمر، انك توزن كلامك وتحاول تلطف الاجواء كيف قلت من قبل، ماشي تزيد تشعلها. تزيد مازال في الحدث 24 كيقول ان المغاربه كيحترموا اللي كيحترم راسو. السؤال هنا: واش انت احترمتي راسك؟ اش دخل حمارك الاسبوع الفرس مني تجي تتكلم لينا على التطبيع؟ بأي وجه تتكلم عن التطبيع؟ من أعطاك الحق؟ ما صفتك؟ ما موقعك؟ اش دخلك انت في المغاربة؟ انت فلسطيني، جلس فلسطين، وإن كنت عندنا بالمغرب إلزم حدودك، لا تتدخل في شؤوننا الداخلية ولا الخارجية، لا يعنيك. احترم راسك وخليك بعيد على توابت أمتنا المغربية، وأنا داك حتى حد ما غادي يوصلك، حتى حد ما غادي يقرب حداك ويدعي أنه يحب المغاربة، وأن لا الرد ديال بنته كان على واحد السؤال اللي هو مستفز كذا. أنا غادي نقول لك أنه إلا بغيتي تعرف أنت واحد الحقيقة ديال الشخص أو الحقيقة ديال الناس أو شخص معين، فما عليك إلا أن تغضبه وتستفزه، والرد ديال الفعل الأول ديالو العفوي هذاك هو التعبير الصادق تجاهك، وهذيك هي المشاعر الحقة ديالته تجاهك. وتزيد تقول لا دارك هذيك القضية ديال الجوع راه ماشي عيب، والفقر ماشي عيب، ونحن أهل الكرم وأهل الخير، مرحبا بالجميع، ولكن ليلزم الجميع حدوده. ما تجيش تسرح رجليك وتعجبك الحالة وتبدا تدخل لنا في شي حوايج. من أنت؟ لا تنسى أنك فلسطيني ولست مغربي، لا يحق لك التدخل بأي صفة كان. ستقول أن المجيء ديال الولاد ديالك المغرب ما كانش بدافع الجوع ولا بدافع الأكل ولا بدافع كذا، كان بدافع الأمن والأمان. واخا سيدي، ومن بعد درتوا واحد مدخول اقتصادي هنايا، الله يسهل عليكم مشروعكم، لأنه ما يمكنش غادي تجيو نتوما. نصحح لك المعلومة، الأمن والأمان وغتاكلوا الأمن والأمان، خاصكم واحد المشروع باش يمكن لكم تعيشوا. واش هذا إذن جزاء واحد الشعب آمنكم من خوف وأطعمكم من جوع، بغيتي ولا كرهتي؟ هذا هو جزاء. أكيد هذا جزاء ديال الناس اللي قليلة أصل وقليلة مروءة. وشوف يا أخي الكريم، غادي نقول لك واحد المسألة. القرآن راه ماشي هو واحد الآيات غادي نحفظوهم ونديرهم ونوظفوهم في المواقف اللي حنا بغينا. لا، القرآن خاصو يبان في أخلاق المسلم، القرآن خاصو يبان في أخلاق المسلم، في معاملات المسلم، في الكلام ديال المسلم، في الخطاب ديال المسلم. واللي أول هاد الصفات هو التواضع. تواضع يا أخي، تواضع وكفاك عجرفة، كفاك تكبر، كفاك تعالي. فملء السنابل تنحني تواضعا والفارغات رؤوسهن شوامخ. أنا لا أعمم، التعميم لغة الجهلاء، ولكن لدق علينا القانا. وطننا خط أحمر، ملكنا خط أحمر، شعبنا خط أحمر، ديننا خط أحمر. أختم وأقول:
منبت الأحرار، مشرق الأنوار، مغرب العز بين الأمم، مغرب ذاع صيته بين العرب والأمازيغ والعجم، مغرب قال للمستحيل تنحى جانبا فلست في درب سائرة. أنا المغربي الصامد الأبي، أنا المغربي على أمواج الغدر قوي عتي. دمتم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.